يعني وبعدين يعني الواحد تعبان واللي فيه مكفيه، وويكند كم ويكند ضيعت مني أهلي بالله كم؟ 68 الاستحواذ، إيش استفدت منه؟ ولا شيء، ما في أي حاجة. إلى متى؟ إلى متى الأهلي مدمور تكتيكيا؟ ما عنده أي حلول، ما يقدر يسجل هدفين ثلاثة أربعة على أي فريق يقابله يقفل. لأنك ضعيف. 19 فرصة، يا ضعيف. 19 فرصة، 6 على الباب. تفرج، 6 على الباب من 19 تسديدة، عشوائية مو طبيعية. طيب وبعدين يا أهلي؟ وبعدين يا أهلي مع كمية التعثرات اللي قاعدين نتعثرها من أندية أقل مننا، بعدين على السيناريوهات الغريبة اللي قاعدين نتعثر فيها. يا عيال والله مو كذا يا عيال، جبتوا لنا أمراض جديدة. يا إخوان الرياض إحنا متعثرين في 4 جولات من أصل 7. تخيلوا 7 مباريات إحنا متعثرين ب4. 7 مباريات لعبت تعثرت ب4. إيش هذا؟ إيش هذا يا أهلي؟ وإيش هذه السيناريوهات الغريبة؟ بعدين أنت مسجل هدف الدقيقة 90 حاجة و90، أنت مسجل في الوقت الإضافي وكنت متقدم 1-0. يا أخي ليه نزلتوا؟ يا أخي ليه نزلتوا؟ الشيء المقنع الوحيد إنه هو سوى كذا، هو يحسب نفسه إنه هو لسه لاعب في نادي الرياض. إحنا جبناه من الرياض تمام، رجعوه معاهم الحين الطيارة اللي حترجع نادي الرياض يرجع معاهم. الله يخليكم. احنا من وين؟ مين الشخص المسؤول اللي يجيب لنا التعاقدات المحليه؟ الصفقات المحليه بالذات مين هذا؟ زكريا هوساوي؟ ايش هذه الاسماء؟ والله العظيم تنتقد بعدين يقول لك يا اخي اقسم بالله انت مو اهلاوي، انت بس تنتقد. طب انتوا شايفين فريقنا ايش؟ يا عيال ايش هذا الفريق؟ يا عيال ايش بكم؟ قبل ما نكمل مبارياتك مسلسلاتك افلامك كلها في مكان واحد، مالك الا العقد الذهبي الرابط في البايو، وهذا كود الخصم، استمتع. بعيد عن تبديل الخيبري هذا اللي مال داعي اصلا. تمام. انت مقتنع الى الان بفران كيسيه؟ ليش كل مباراه فران كيسيه لازم اساسي؟ ليش انت ما تجرب تلعب مباراه من غير فران كيسيه؟ اتنجانا ذا ليش مستبعد؟ اتنجانا ذا افضل لاعب عندك وسط من كم مباراه، ليش تستبعدوا كذا على الفاضي؟ يا عيال انتم مستوعبين بناء اللعب في النادي الاهلي؟ بناء اللعب يبنيه ايبانيز وديميرال اللي هو اصلا مو ادوارهم ذول. ترى ايبانيز وديميرال مو من ادوارهم، مو من ادوار السناتر في كرة القدم ان هم يبنوا لك هجمة ويبنوا لك لعب. يمكن تستاهل كلمة شكرا بما انه انت نزلت وحركت شوية من الفريق وسببت بلنتي، شكرا. قلتها قبل كذا وارجع اعيد واكررها، هم اكثر لاعبين في الاهلي اقل اداء واقل اهمية في النادي الاهلي، بالرغم من انه مفروض يكون منهم الاكثر. الاهلي يلعب من غير راس حربة قوي، والاهلي يلعب من غير خط وسط قوي. سبحان الله يا اخوان، البلنتي الحرام ما يدوم. الاهلي اخذ بلنتي من وحي الخيال يا اخوان، مدافع نادي الرياض يده في الارض والكرة دقت في يده والحكم حسبها بلنتي. كيف؟ هذه في الدوريات الاوروبيه واي دوري في العالم ما ينحسب. وبعدها يمكن بدقيقه دقيقتين الاهلي تسبب بلنتي على طول. ولقم الجار كالعاده يا اخوان، وانتهت مباراته بالتعادل. بس الاهلي يملك سلسله عدم خساره يا اخوان، الاتحاد الجوله الجايه حيكسرها له. تعال يا جاري، تعال عندي انا اللي ههزمك، تعال الجوله الجايه بوعد. يا جماعة الخير، يعني عشان قرب الديربي تتأكد. والله نقدر نقول من الاتحاد انا كابوسك الابدي. اجي تتعادل مع الرياض وبلنتي غير صحيح وعدم طرد بوشمات. الجاني خذ كرت احمر، ما يبغى يقابل كانتي ولا ديابي ولا يقابل. يا اخي لا تخافون يا اخي، باقي نلعب مع الخليج بعدين نلعب مع الشارقة، يمكن تجينا ظروف، بس على طول تتعادلون مع الرياض خايفين من الاتحاد. اوكي احنا هبطناكم، اوكي هزمناكم الموسم الماضي، خذينا الدوري عليكم، بس تخافون يا اخي. بس والله الا يعني الا يحلى الرياض صراحه. الرياض لازم ازورها بكره لازم اروح الرياض ان شاء الله. بكره تشوفوني اصور من الرياض. ايوه تقول لي. امور تحدث. نادي النصر يقترب من التوقيع مع طيران الرياض ليكون راعي نادي النصر وطياره خاصه. الهلال مو محسن منا، الهلال وقعوا مع فلاين، ولكن نادي النصر كان موقع قبل 2019 مع طيران الاتحاد، وقبلنا كانت الاهلي مع القطريه. ونادي القادسيه هي يقولك اول نادي في الشرق الاوسط له طياره خاصه، لا، القادسيه له سنتين له طيران خاص واسمه القادسيه موجود في الطياره. النصر كبير، والله ان النصر عشق، مع انه يهيج القانون، يرفع الضغط، يجيب اكتئاب،
ولكن العشق النصر. يا رب وفقنا، ووفق نادي النصر. والله بيني وبينكم اني خايف، ولكن بيد الله ندرج النصر. قولوا يا رب. قبل الختام، الإضافة اللايك، عطني لايك وإضافة. الله يسعدكم. سلام. والله هارد لك يا ملكي، والله العظيم هارد لك، ولكن وش اللي حصل في المباراة؟ تعالوا نشوف مع بعض. اغلب الاهلاويه يتكلمون ان ما انحسب بلنتي لهم في اخر الدقائق بسبب لمسة اليد اللي جت على لاعب الرياض هنا، ولكن عزيزي الاهلاوي انت ما شفت وش صار قبل لمسة اليد؟ تعال نشوف. كان في دعس واضح وصريح على رجل لاعب الرياض قبل ما توصل ليده، بالتالي ما له اي علاقه، الحكم قرار صحيح واصلا فاول للرياض. حبيبي وصاحبي الاهلاوي، لا تترك المشكله الرئيسيه وتروح لاشياء جانبيه ما لها علاقه، مع الرغم اني اتفق معكم ان التحكيم في دورينا مخيس، بس مشكلتك الحقيقيه هنا ما لها علاقه الحكم نهائيا. بدايه كارثيه للدوري نفس بدايه الموسم الماضي، في 7 جولات خسر 8 نقاط، يعني هذه مصيبه يا جماعه الخير، وغير هذا كله مجاملات لتوني كيسي، رغم ان مستواهم ما يأهل اصلا انه يطقها اساسي. ما زلت مقتنع عند رايي ان ماتياس مدرب اقصائيات، مدرب مباراه خروج مغلوب، نزله يجيب لك فريق جامد، مباراه دوري نفس طويل ما هو بالمدرب اللي تعتمد عليه. عموما هارد لك وتعوضون ان شاء الله. طيب دحين ايش حيصير مع جمهور النادي الاهلي في المباراه الجايه؟ كلنا عرفنا انه المباراه هذا احنا انهزمنا، المباراه الجايه الاهلي حيلعب في اسيا، اتوقع ضد السد، حيفوز الاهلي ضد السد، تمام؟ حيراضي جمهور والجمهور ينسى ويطلع رياض محرز ويصرح تصريح اللي رياض محرز ما نشوفه الا وقت الفوز، يطلع يصرح ويتكلم ويتفلسف ويقول للجمهور انتظروا وادعمونا. انتظر ايش؟ ما ابغى اسيا يا اخي، وريني في الدوري رجالتك، وريني في الدوري، انت صغير وكبير ما هو مخليك تفوز عليه، وريني رجالتك في الدوري. ولا اجيك يا اسلام على مؤتمر صحفي، انا ما اعرف ليه انتم مستعجلين، بروميس مي بروميس مي مدري ايش، عليه يا اخي عليه العفن الكروي اللي انت جالس تقدمه لي، ما حجاملك عشان جبت لي اسيا، جبت بطولة ترى وجبت السوبر، عادي تجيب، ولازم تجيب غيره وتجيب 10 و12 دامك قاعد تاخذ فلوسك وتجيب حلول وتجيب فوز للفريق، مو عشان خلاص جبت اسيا يصير انت تسوي اللي انت تبغاه في المباريات هذه وتضيع علينا المباريات هذه وتسوي انه انت قال لك مركز على اسيا واسيا لعبتك. والله العظيم كلنا عارفين انه الفرق هذه جالسه تحرجك وما انت عارف تجيب حل ضدهم، خصوصا الفرق الدفاعيه. واليوم انت بنت على حقيقتك وبينت لنا انه انت مدرب فاشل وانت ما حد رفعك غير اللعيبه زيك زي لوران بلان مع نادي الاتحاد. والله العظيم انه بطلنا نطبل وما همنا باي احد ممكن يجي ينتقدني، فيا ريت المسؤولين في النادي الاهلي انهم ينتبهوا للمكان هذا، للبطوله المهمه هذه، بطوله دوري الروشن السعودي اذا كنتوا تعرفوها، لانه لا تكون بطوله اسيا مخدر لكم ومنوم، لانه المدرب الصاحي اللي ينافس على جميع البطولات مو على بطوله واحده، والمدرب الصحيح والمدرب اللي توثق فيه اللي ما يجلي مباراه ضد كبير ولا صغير، ولما يجي ينهزم ولا يجي يتاثر بعد طلوع الروح. مو كل مبارياته صعبه حتى ضد الفرق الصغيره يا اخوان، ضد الرياض انت ما قدرت تفوز، ما قدرت افهم. نهايه الموضوع الله ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل، صدقوني دام احنا مكملين زي كذا ما حنوصل لحاجه، واسيا مصيرها السلسله هذه تنكسر ومصيرك تطلع منها زي ما حتطلع من منافستك في الدوري الروشن. لايك فولو يا اخوان، قولوا لي ايش رايكم في مات السياسه. السلام عليكم. جماهير النصر اسمعوا هذا الكلام، هم من اول يعني من فتره منتظرين تعثر النصر وجتهم على طبق من ذهب، الان يلعبون لعبتهم، انتم عارفين اللوبي هذاك والاعلام والخبث الاعلامي، هم يبغون هذا الشيء الان، يبغون يدخلوا لكم من هذا الباب، انه فريقكم تعثر، خرج في السوبر، ما حقق كاس الملك، له 35 سنه، له 36 سنه، والان يشتغلون على هذا الموال. ليش؟ عشان يتعثر النصر في الدوري، وهذه اهدافهم، انه النصر ما يحقق الدوري. انتم يا جماهير النصر اذكياء جدا وتعرفون اهدافهم وايش يبغون من فريقكم، يهمهم فريقكم انه ما يحقق اي بطوله، بالذات اذا كانت الدوري، لانها توجعهم، تعرفون ما توجعهم، يعني لان النصر الأول وفرقهم اللي في الثالث واللي في السابع واللي في الرابع، فالموضوع يعني موضوع دوري ترى، ما هو موضوع مباراة واحدة. ذلك أنتم داعمين لفريقكم وخلوكم مع فريقكم، وانسوا موضوع كاس الملك، وادعموا النصر في البطولات اللي هو يلعب فيها الآن، سواء آسيا 2 أو الدوري. بشكل رسمي يا اخوان رونالدو الاسبوع الجاي بيطلع في مقابله مع مورغان.
نفس السيناريو اللي صار قبل كاس العالم 2022 ب6 شهور، خرج مقابله مع نفس الرجال، وقتها تكلم عن مشاكله مع مانشستر يونايتد وتكلم انه قديش نفسه يحقق كاس العالم، ونعرف وقتها اللي صار. فليه يا دون ليه طالع الان؟ انت مع النصر الحمد لله ما عندك مشاكل وامورك تمام، برضه بيتكلم وبيعلن تحدي انه بيحقق كاس العالم. ما في العقليه حقت رونالدو، ما عقليه التحدي في هذا الادمي ما تخلص. لا يكون بيتكلم على اعتزاله. اقول لك انت مفروض انك مكمل ال50. خلونا نشوف. المهم اخوان لا تنسوا الفولو واللايك. السلام عليكم. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.